السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الفيديو بتاع النهارده هنعمل مع بعض العيش القمح او العيش الراح، ايا كان الاسم اللي بنسميه بيه. بس العيش ده ما شاء الله بيكون حلو قوي، وكمان مش بيكلف يعني. بيتعجن بميه ودقيق وخميره، مش اكتر من كده. انا واحده من الناس ما كنتش بعرف اعمله يا جماعه. يعني هو يعتبر في عند ناس كتير بيقولوا عليه صعب. في الفيديو بقى كام تريكايه كده هناخد بالنا منهم، وان شاء الله يطلع معاك العيش ناجح جدا وسهل. يلا بينا. معايا الدقيق وكيس خميره فوريه والملح. انا طبعا نخلت الدقيق الاول، وهنزل بالميه اللي هعجن بيها. تمام كده. طبعا ايام الشتاء انا كنت بشغل الخميره بمعلقه سكر واركنها قد 10 دقايق عشان تشتغل معايا بسرعه. دلوقتي الجو حر فهي مش مستاهله. انا ما شاء الله يعني بتقعد بالظبط نص ساعه تختمر. هعجن العيش كويس. على فكره العيش ده بيكون طري خالص، طري يعني. بصي، طري نسبيا خالص. اقول لك ايه، تعتبر العجينه بتاعته سايله. ده اول خطوه في نجاحه، ان هو تكون عجينته كده. او المختلف عن العيش التاني ان هو تكون عجينته سايله كده. فانت هتنزلي بالميه بشويش برضو، بس عشان تعجنيه الاول كويس، وبعدين هنزود الميه بتاعته زي ما احنا شايفين كده. انا جبت كل طريقه العجن معاكم عشان يطلع ناجح معاكي باذن الله. شوفي انا بزود ميه تاني زي ما احنا شايفين كده. في ناس بتخاف منه تقول ده صعب، بس صدقيني مره في مره هيطلع ناجح معاكي. وكام تركايه كده هقول لك عليهم، كل وقت كل حاجه في وقتها. وعلى فكره هو بيكون سهل في الاكل، لان هو يعني بيكون في سمك شويه، فبيكون سهل في الاكل. ومش بياخد وقت كتير سبحان الله. مش بياخد وقت كتير خالص في شغله. يعني في طريقه فرده وتسويته مش بياخد وقت كتير خالص. شايفين ما شاء الله العجينه سهله معايا ازاي؟ طبعا لازم تقلبي العجينه كده كويس. زي ما بيقولوا لازم انت تغلبي العجين قبل ما يغلبك. ما شاء الله زي الفل. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه. حطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات. الله يرضى عليكم. بنفس الطريقه كده. ما شاء الله العجين لم بعضه كده، بقى قطعه واحده. خلاص انا بقى هركده شويه يختمر براحته، عشان هي يعتبر وانا شغاله فيه يعتبر بدأ يختمر يعني. بس انا عايزاه ياخد حقه كويس. هركنه قد نص ساعه بالظبط. بس طبعا مش هينفع اغطيه باي حته قماش، فانا هسيبه. هغطيه بس بايه، بالمطرحه اللي بخبز عليها. لان لو حطيت حته القماش هتنزل، فهتلزق فيه عشان هو طري. تمام. ناخد بالنا من الحته دي يا جماعه بالله عليكم. خلاص عدى نص ساعه بالظبط. ما شاء الله الخميره كانت ناجحه جدا. هبدا بقى اقطعه. انا في هنا قطعته على حاجتين. قطعت على رده اللي هي القشره بتاعت القمح، وقطعته على دقيق الذره. عملت كده وعملت كده عشان اعمله معاكم. التركيه الاولى وانا بقطع طبعا هيلزق في ايدي او هيمسك في ايدي، فانا بدهنه زيت. جبت شويه زيت في طبق، وببدا اقطع كده زي ما انت شايف. طبعا العجينه القطعه او الكوره بتكون كبيره شويه، لان هو مش بيتفرد خالص. بيكون فيه سمك نسبيا يعني. هعمل باقي الكميه بنفس الطريقه كده.
معايا طبق فيه شويه زيت، بدهن وش العيش من فوق. على فكره التركايه دي حلوه كمان في حاجه، العيش ده مش بيتغطى، مش بتعرفي تغطيه، لان لو غطيتيه الحاجه بتلزق فيه، فالزيت ده بيعمل له غلاف كده ما يخليش وش العيش ينشف. دي اول حاجه كنت عايزه اقول عليها. بيحافظ على وش العيش، يعني يكون وشه طري، لان العيش دلوقتي احنا في الحر فبينشف، وما ينفعش تغطيه، لو غطيتيه بقماش هيلزق فيه. وده اللي قطعته على الرد، ده الحاجه التانية اللي انا قطعتها على الرد زي ما احنا شايفين كده. هجهز الفرن بقى، هو يدوب مش بياخد خمر تاني ولا ارتياح تاني، هو يدوب بجهز الفرن بس بلاقيه ما شاء الله خلاص جاهز على التسوية. يعني يعتبر اصعب الحاجه اللي في العيش ده الطريقه اللي جايه بقى، اللي هنسوي فيه، بس مره في مره هتطلعي اشطر واحده فيه، هخليك استاذه فيه ما شاء الله. هبدا افرد، طبعا انا يعني بركز شويه على الاطراف، على الحروف يعني. ايه التركيف دي بقى، ان انا بدهن ايدي يا جماعه، كف ايدي كده زي ما انتم شايفين، شوفي بدهن ايدي زيت، ده بيساعد معايا ان العيش ما يلزقش ببعضه، وفي نفس الوقت اشيله بكل سهوله. ما شاء الله اللهم بارك، بيطلع ناجح جدا. انا كنت بخاف اقرب منه والله الاول، بس بعد ما عملت كده جربيه وان شاء الله هتدعيلي. ده كمان واحد، شوفي هو بدأ يلزق في ايدي، فانا بدهن ايدي زيت زي ما انت شايفه كده، وبمشي على وش العيش بيه. ما شاء الله اللهم بارك، مش محتاج اي كلام. زي ما بيقولوا الجمال عد الكلام، العيش ده بيكون حلو قوي يا جماعه بصراحه، جربيه. جربيه يعني بكميه دقيق بسيطه، بنص كيلو، بكيلو. ما شاء الله اللهم بارك، العيش ده بيكون حلو خالص. جبنه بقى وفول وبطيخ والحاجات دي بيمشي معاه كله. ويا سلام بقى لو فسيخ ورنجه ما اقولكيش، بألف هنا اللي اكل منه. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، وحطوا اللايك بالله عليكم، انا في عشم في ربنا ان القناه تكبر بيكم زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله مش بياخد وقت خالص زي ما قلتلك. انا عملت قطعت على صينيتين ما شاء الله، خدوا معايا بالظبط ربع ساعه، وانا بعمل لوحدي ما شاء الله كمان. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين بيتفرد بكل سهوله. دهنة الزيت اللي على الوش دي بتسهل معايا كتير قوي. العيش ده، العيش اقول لك ايه، من التراث او بتاع امهاتنا، بس حلو. ده اللي انا خبزته على رده، شايفين وش العيش شكله عامل ازاي، هو ما يختلفش حاجه عن التاني، غير ان ده بيكون يعني الارضيه بتاعته فيها رده، والتاني مدهون دقيق ذره، ما يفرقش عنه في اي حاجه، هي نفس العجينه. بس في ناس بتحب تقطع على رده، فانا عملت كده وكده. وزي ما انتم شايفين دي العيش طلع معايا ما شاء الله زي الفل. جربيه واحكمي بنفسك، وان شاء الله يطلع هايل معاكي. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، وحطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات، وشوفوا الشوك على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.